بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتير من المرضى لما يجوا يشتكوا للطبيب يذكر معلومات للدكتور هو مش محتاجها، ومن كتر الرغي اللي بيرغيه الدكتور يديله علاج غلط اصلا، ويقعد يلف يقول لك ده انا بقالي 3 سنين بلف عند الدكاتره مش عارف اخف، والسبب هو المريض نفسه، لانه بيعمل في نفسه كده. يجي يدخل عيان مثلا، انا مره كنت قاعد في السياره وجنبي اختي وفتح السبيكر بتاع التليفون، عيان بيكلمني فمش عايز احطه على ودني، فقعد بيرغي، فقعد يقول معلومات كده مش مهمه، فانا قعدت ازعق له، قلت له قول لي المعلومه اللي عندك يا دكتور. والله انا تعبت ودخلت معهد القلب وقابلت دكتور هناك اسمه حسين عبد السلام علي مثلا يعني، وعمل لي اشعه ما اعرفش اسمها ايه وقال لي كويسه. فين المعلومه؟ تعبت بايه؟ وحسين قال لك ايه؟ وطلع فيه ايه؟ انا مالي يعني؟ هو انا مذيع في قناه في التلفزيون؟ انا عاوز اساعدك. امال المفروض تقول لي ايه بقى؟ تقول لي يا دكتور انا حسيت بوجع جامد في وسط صدري فروحت المستشفى فعملوا لي فحوصات تبين منها ان عندي جلطه في القلب. لكن ما تقوليش يا دكتور انا عندي جلطه في القلب وانت مش عرفك ان دي جلطه. يعني انا لما يكون عيان بيكتب كده وانا بكتب وراه، لو انا مثلا في امتحان ماجستير ولا امتحان بكالوريوس، نكتب العيان او المريض يدعي ان جاله الم في منتصف الصدر وتم تشخيصه في هذا الوقت على انه جلطه وانسداد في الشريان. لكن ما اقولش قال ان عنده جلطه، هو ما معهوش اثبات بكده، هو لسه بيقول كلام لسه ما اتاكدتش من كلامه. فما تبلغش الدكتور الثاني كلام الدكتور الاولاني على انه اثبات وقران. ما تقولوش انا جالي ضعف في عضله القلب، قول له انا جالي نهجان وضيق نفس، رحت المستشفى عملوا لي اشعه ايكو تبين في الاشعه ان عضله القلب ضعيفه. لكن ما تقولش انها ضعيفه، لان ممكن يكون الايكو غلط، ممكن يكون الدكتور اللي كشف عليك ما سمعش الرئه بالسماعه كويس، ممكن يكون الاشعه نفسها طلعت عضله القلب 60 وهي اصلا حقها تبقى 40، او طلعتها 40 وهي 60. فما ينفعش انت، وبالذات لو الدكتور مستعجل ممكن ياخد على كلامك، وممكن يعتمد الدكتور اللي قبلك يقول لك هو اداك دواء ايه لضعف العضله كمل عليه. طب ما انا ما ارتحتش، يغيره لك بكام حاجه كده وتروح رايح للي بعده واللي بعده وانت الغلطان. امال اعمل ايه يا دكتور؟ لا تذكر للطبيب الفاظ طبيه ولا تذكر اماكن تشريحيه. يعني ما تقولوش عندي وجع في الاثنى عشر، عندي مشكله في البطين الشمال، انت ما عرفك، انت قول له عندي وما تقولوش كلمه مشكله او تعب، لا او لا، اذكر له نوع المشكله. والله انا عندي نغزه بتيجي في المنطقه دي وشاور، انا عندي كتمه نفس وبحس بحاجه بتخنقني في الحته دي، انا عندي كركبه في بطني وخاصه في المنطقه دي مثلا. وبعد كده هو يكتشف، لو هو دكتور شاطر يسالك اسئله كتير، على الاقل مثلا لو واحد عنده الم بنساله 5 اسئله. فين مكان الالم؟ هنا هنا هنا. شكله عامل ازاي؟ دبابيس ولا سكينه ولا حرقان ولا قفشه ولا عصره؟ ايه اللي بيزود الالم؟ ايه اللي بينقص الالم؟ بتعمل ايه عشان يروح؟ بيجي امتى؟ وبيسمع فين؟ وقوته قد ايه من 1 ل 10، حيث ان 1 اقل حاجه و10 اشد الم في الدنيا. يقول لي 6، يقول لي 8، يقول لي 9. ان عمل الدكتور كده غالبا هيوصل للتشخيص. فيا ريت نعمل كده واحنا رايحين للدكتور عشان نوصل للتشخيص المظبوط. كان معكم الدكتور رامي اسماعيل، يحييكم تحياتنا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.